واش عمرك تخيلتي تكون كاتب لشي واحد رسالة من القلب ولكن ما توصلش بها وتبدل حياتك كلها بسبب كذبة صغيرة؟ اليوم غادي نحكي لكم قصة شاب عاش هذا الشيء فعلا. كان اسمي ياسين، شاب بسيط من دوار صغير. كبرت في وسط عائلة فقيرة ولكن محتاجة. منين كبرت قررت نسافر نخدم باش نعاون دارنا. الام كانت ديما كتقول لي رد بالك اولدي وما تنساش تبقى على تواصل. كنت كنكتب ليها رسائل نحكي ليها على خدمتي على حياتي في المدينه، ونبعث ليها مع صاحبي حميد حيت هو اللي كان كيرجع للدوار كل سيمانه. عام ورا عام وانا كنخدم وكنبعث ولكن ولا رساله تردات منها. كنت كنقول يمكن الام مريضه، يمكن ما عندهاش اللي يكتب ليها. ما فكرتش حتى شي حاجه خايبه. حتى فات 3 سنين واحد النهار رجعت للدوار بلا ما نقول لهم والو. دخلت للحي كلشي تبدل، دارنا تباعت والناس كيهضروا عليا بحال الا انا اللي مكرت عائلتي. مشيت عند جارنا القديم سولت عليهم، قال لي الام ديالك توفات بالقهره، كانت كتقول ولدي ما بقاش باغي يعرفني. ديك اللحظه حسيت الدنيا سوادت، قلبي تكسر والدموع نزلات بلا ما نتحكم. من بعد سمعت الحقيقه. حميد داك اللي كنت كنصيفط معاه الرسائل كان كيكذب عليا وما عمره وصل لهم لا رساله ولا فلوس. في ذاك النهار تعلمت واحد الدرس كبير. الثقه ما كتعطاش لاي واحد وما كاينش اغلى من العائله. من بعد قررت نبني دار صغيره في الدوار نسميها دار الام وندير فيها الخير للناس المحتاجين. ما كنتش نقدر نرجع الام ديالي ولكن قدرت نرجع المعنى ديال الحب والوفاء لذاك المكان. الرساله اللي ما وصلاتش علمتني ان الخير ما كيموتش، حتى إلا خانك الإنسان الله ما كينساش. كون ديما وفي وما تخليش الألم يبدل قلبك. إلا عجبتكم القصة ما تنساوش واحد اللايك واحد الكومنتير وبارطاجيو مع صحابكم. تهلاو.